تخيل معايا كده وانت ماشي بالليل بعد الساعة 12 وتلاقي واحدة بتنده عليك، لكن صوتها ده جميل جدا، وفي نفس الوقت صوتها ده كان ناحية الترعة. مين هي الندهة وايه قصتها بالظبط؟ وده اللي هنعرفه النهاردة. النداهة دي هي أنثى بتسحر الرجالة بصوتها الجميل والملفت، لكن ورا الجمال والدلال ده كله رعب وخوف وموت كمان. لكن منين جاتت أسطورة النداهة؟ بص يا سيدي، النداهة دي مخلوق أسطوري من أيام التراث المصري القديم، وبالتحديد تراث الأرياف. والنداهة دي عبارة عن مخلوق بيتجسد في صورة أنثى جميلة وكمان مغرية جدا للرجالة. لكن أغلبية الناس اللي سمعت عنها واللي بيؤمنوا بحقيقة وجودها إنها من مخلوقات غامضة، وده اللي هنوضحه النهاردة. وأكيد سألت نفسك السؤال ده، هي ليه النداهة اسمها كده بالتحديد؟ وده لأن الست الغريبة دي حسب الأساطير والمعتقدات إنها بتظهر في الليالي المظلمة، وبتقعد على ضفاف نهر النيل والترعة كمان وقنوات المياه المخصصة لسقاية الحقول، عشان تنادي بصوتها الجذاب ده على شخص معين. وأحيانا بتنده عليه باللغة العامية المصرية عشان يتسحر الشخص ده بصوتها العذب الرقيق، ويفضل يدور على مصدر الصوت ويشوف الصوت ده جاي منين لحد ما يوصل لحافة النهر أو الترعة. وبعدها بيغرق الشخص سيء الحظ ده ويروح في شربة مية. وفي بعض الأحيان وحسب الأساطير والروايات المتناقلة، اللي بيتنده عليه ده بيختفي تماما دون أي أثر ليه، ومحدش بيعرف بداية ظهورها وحكايتها الحقيقية. وفي رواية بتقول إن الموضوع بيرجع للقرن ال19، وإن كان في بنت جميلة، لأ مش جميلة بس، دي براعة في الجمال، عاشت في واحدة من قرى ريف مصر. والبنت دي سلبت عقول شباب القرية كلها، واللي حبوها لدرجة الجنون. وكمان في عرسان كتير اتقدموا لها وطلبوا انهم يتجوزوا منها، لكن هي طبعا رفضت كل العرسان اللي اتقدموا لها. وفي يوم لقوا بنت مقتولة جنب الترعة اللي كانت بتعيش فيها النداهة، واللي كان بيحصل فيها بعض الاختفاءات. وزي ما قلنا ان الترعة دي بيعملها فلاحين القرية عشان يسقوا بيها الأرض، فبالتالي القاتل مجهول الهوية. واختلفت الاتهامات بين شباب القرية بالاعتداء عليها وقتلها، وما بين والدها اللي قال انه اكتشف معرفتها بشاب فقتلها. ومن اللحظة دي بدأت جثث الشباب تظهر عايمة في المية، وانتشرت قصة ان في سحر بيخلي الشباب يغرقوا نفسهم من غير اي سبب. لكن مفيش حاجة بتأكد ان الرواية دي صح، وإن مفيش أي دليل بيأكد إن المخلوق المرعب ده موجود. وفي رأي تاني بيقول إن بداية الأسطورة دي كانت القرن الماضي، لما كانت مصر لسه شافتش التطور الحضاري والتكنولوجي، وخصوصا مناطق الريف. والتسلية الوحيدة لسكان الريف إنهم كانوا بيروحوا يقعدوا في حتة قريبة من نهر النيل، ويقعدوا يحكوا في مواضيع، واللي منها مواضيع تخصهم هم، لحد ما يوصل بيهم الكلام للأساطير، واللي منها نداها، واللي ممكن حكايتها اتنقلت من جيل لجيل. وفي قصة شهيرة بتحكي إن في يوم من الأيام النداهة نادت على شخص وهو راجع في طريقه لبيته، هو وزوجته، بعد ما حضروا فرح حد من قرايبهم، وفي شارع ضلمة بالليل. الشخص ده سمع صوت جميل وساحر كان بيناديه من ورا ظهره، ولف وشه وشاف بنت جميلة جدا بتناديه، فاتفتن بجمالها عشان يغير طريقه ويمشي ورا البنت دي، ولحد ما وصل لطرف الترعة. لكن زوجته شافت المنظر، وبحكم إنها من سكان المنطقة وعارفة كويس موضوع الندهة ده، فهنا عرفت الحالة اللي اتصاب بها جوزها، فصرخت بصوت عالي. وجوزها فاق ورجع لوعيه، وقالت زوجته إن الندهة هي وبتختفي في المية. قالت له مش هسيبك، وأكيد في يوم هتبقى ليا أنا. وقالت كمان لزوجته إنها هتسرقه منها انتقاما منها،
لأنها أنقذته منها. واتقال إن اللي يمس سحر النداهة ده بيتصاب بالجنون والهلوسة، وفي الحالة دي بيضطر إنه يروح للشيوخ عشان يفكوا السحر ده ويطردوا أثر النداهة. وبسبب الانتشار الواسع لأسطورة النداهة واعتقاد شريحة كبيرة من الناس بحقيقة وجودها، كان لازم العلم وبالأخص العلم النفس والاجتماعي إنه يتدخل وياخد موقف. وفسر علماء النفس والاجتماع إن ظاهرة النداء على إنها هي المشاعر المكبوتة اللي بيتحملها الشخص والرغبة اللي بتسيطر عليه، وإنه بيسعى عشان يشبع الرغبة دي بأي طريقة ممكنة. والملفت هنا إن المحققين في جرائم القتل اللي كانت بتحصل هناك، وخصوصا على حافة الترع، قالوا إن كل جرائم القتل مجهولة الفاعل، إن ده هي السبب وهي اللي عملت كده. وده اللي اعتبره المحققين ستارة بيتخبى وراها المجرمين اللي بيستغلوا خرافات والجهل